فرئاسة الجمهورية بتقول إن هو ليس هناك أي وجود لمفاوضات ما بين الرئاسة وما بين هذه الجماعات التي تتخذ العنف وسيلة لتحقيق أهدافها. حضراتكم كنتوا تابعتم في وسائل الإعلام الغربية خاصة بعض الحديث في الأيام السابقة عن وجود بعض المفاوضات ما بين جماعات تتخذ العنف وسيلة لها، وكانت هذه الأخبار جاءت على لسان بعض قيادات التيار الإسلامي زي السيد عبود الزمر. قال إن هناك مفاوضات تجري حاليا بين جماعة الإخوان المسلمين وبعض المسؤولين في الدولة. هل هذا هو الدافع اللي خلى رئاسة الجمهورية دلوقتي تصدر هذا التعليق ولا لأ؟ هنتابع مع حضراتكم، ولكن رئاسة الجمهورية دلوقتي تصدر تصريح تنفي فيه وجود أي مفاوضات بينها وبين أي جماعة هذه الجماعة تتخذ العنف وسيلة لتحقيق أهدافها. حضرتك كنت تابعت معنا في الأيام السابقة، كان هناك لقاء مع السيد عبود الزمر وإحدى وسائل الإعلام الأجنبية ذكر فيه وجود مفاوضات ما بين جماعة الإخوان المسلمين وبعض المؤسسات الحكومية، وقال إن هناك تهدئة ستحدث بعد العيد. ولكن يبدو أن تصاعد الأحداث في الأيام الحالية دفع بمؤسسة الرئاسة أن هي تنفي أي وجود لهذه المفاوضات بينها وما بين أي جماعة تتخذ العنف وسيلة لتحقيق أهدافها.